فاتحا لنا أبواب الفردوس. بعد انتشار أخبار عن اعتزال سلطان الطرب جورج وسوف الغناء، الإعلام اللبناني نيشان يكشف الحقيقة، فيما تأثر راغب علامة في العزاء الأخير لوديع وسوف، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي تصرح: الوجع كبير. أما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ففاجأت الجميع. هيدا الخبر أنا قرأته كمان، خبر غير صحيح جملة وتفصيلا. جورج وسوف لن يعتزل ولم يعتزل، ولكن بحاجة إلى وقت. يلي مات هو ابنه البكر، بحاجة الإنسان أنه يعيش وجعه، يعيش هيدا الحرمان الكبير، ويعيش الفراغ الكبير يلي تركه ابنه. وودي كان توأم روحه لأبو وديع، فبحاجة إلى وقت. فأتمنى حتى باسم العائلة بقدر أقول إنه نتوخى الدقة في طرح أي عنوان له علاقة بجورج وسوف، خاصة بما يتعلق بهذه المرحلة ومهنته. جورج طول عمره قوي، وهلأ متقبل المصاب هيدا بإيمان كتير كبير. الله يصبرون. جاي عزيته، وقفت حده، ضحكته، شو بدي اقول له؟ وجع كبير كتير. يا حبيبتي ما فيش كلام يواسي، ربنا يصبرهم جميعا، البقاء لله. كلنا بدنا نعزيه، بدنا نوقف حده، هو عم يقطع باختبار كتير صعب، أصعب اختبار. الله يرحم روحه، الله يرحم روحه. بدي أعزي نفسي لأنه وديع غالي على قلبي كتير. الله يعينه على الضربة، ما في كلام، شو بدي أقول لك يعني. الله يصبره. المصيبة كتير كبيرة، وبعرف هالشعور كتير منيح، لأنه أنا من فترة شهر خسرت أعز حدا على قلبي، وبعرف كتير اللي عم بمرق فيه. الله يصبره. على وديع صديق غالي جدا، وشخص من الأشخاص النادرة. لا، جورج وسوف نحن يعني عايش ببيتنا سنين، مش بس أنا، كل اللبنانية وكل العرب، فبالتالي بنحس أي مصاب بيصيبه كأنه صابنا لنا.